توفي صباح اليوم السبت الشيخ والمقرئ المعروف عبد العزيز الكرعاني بإحدى مستشفيات الدار البيضاء، حيث كان يخضع للعلاج بسبب معاناته من مرض السرطان لسنوات طويلة. ودخل الشيخ عبد العزيز الكرعاني المصحة قبل أسابيع لتلقي العلاجات الضرورية بعد أن ازدادت حالته الصحية سوءا، وتم إدخاله العناية المركزة، وهو ما أثار موجة حزن لدى متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالشفاء، آملين أن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية لكي يعود إلى تلامذته ومحبيه، لأن مشيئة القدر أرادت غير ذلك. ويتمتع الشيخ عبد العزيز الكرعاني إمام مسجد القاضي عياض بالدار البيضاء بشعبية كبيرة لدى البيضاويين بفضل قراءته وصوته وتواضعه وأخلاقه العالية، وهو ما جعله يستجذب الآلاف من المصليين الذين يتابعونه وينتقلون معه من مسجد إلى آخر. ولحد هنا نكون وصلت الفيديو، متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.